الاهلي يفوز على الزمالك. يعني كان نفسي اطلع الفيديو ده والزمالك كسبان بس الحمد لله. مبروك طبعا جمهور الاهلي، وهفضل اقي جمهور نادي الزمالك فقط، ما دون ذلك مش اي حد يستحق غير الجمهور هنا. عشان ما نطولش في الكلام، بس يعني انزل اعمل لايك واشترك في القناه والحاجات دي، وتعال نشوف تحليل ماتش الاهلي والزمالك والاخطاء اللي وقع فيها ماتش نادي الزمالك. خلينا نشوف كلها بالادله، كل حاجه هنا بالادله وبالصور. لكن في صوره لشخص انا عايز اخد الكادر دلوقتي والان مع الخازوق الاكبر السيده نكفيره. بيني وبينكم انا مش لاقي كلام اقوله بخصوص الراجل ده نهائي. يعني انا تغييرات غلط، مش عارف يبقى شكل الملعب بيبدا صح وفي نص الماتش بيفلت منه. نص ملعبه بيتاخد منه وهو واقف عمال يتفرج كده، اللي هو ده ماتش اهلي وزمالك وانا هنا مدرب الزمالك، اعمل ايه بقى؟ تحس ان هو بيحصل له لاج، بيفكر كده ما تفهمش. طب كلكم انا ممكن اتغاضى عن اي حاجه واعدي اي حاجه وقدامها الا حاجه واحده، انك يا ابن المفقوعه تنزل لي ناصر منسي وانت اصلا بتلعب دفاع. يعني حضرتك يا فندم جبت جون، مت عليه، مش مشكله، موت يا عم على الجون واطلع كسبان 1-0 عادي، تمام، ما عنديش ادنى مشكله. دول 3 نقط يعني هتاخدهم ما تاخدهمش، تمام. انا مشكلتي الاكبر في نقطه، وهو ان حضرتك يا فندم بتلعب دفاع. يعني لما هتلعب دفاع هتقطع الكره، هتلعب مرتدات، هتعمل تحولات بالمرتدات يا فندم. هتطلع تلعب تحولات بالمرتدات يا استاذ، يا سياده المدرب، يا حضره الكوتش، اي حد بيلعب بلاي ستيشن عارفها يا فندم. وهو ان انت لما بتلعب انت عندك دلوقتي اهو خلاص انت بتلعب دفاع، تلعب مرتدات، تحتاج مهاجم رخم، تحتاج مهاجم غلس، بتحتاج مهاجم يجري. ناصر منسي مش المهاجم اللي بيجري، ناصر منسي المهاجم اللي بيقف في الصندوق. ناصر منسي مهاجم كلاسيكي فشخ، كلاسيكي فشخ، يقف في الصندوق، هتجيله الكوره هيلمسها هيجيبها، هيبصيها لحد هيتصرف. لكن ناصر مش بتاع انك تلعب له كوره طوليه، وهنيجي لموضوع الكوره الطوليه ده قدام. يعني انا مش فاهم انت عايز ايه؟ انت امبارح كان ايه اللي في خيالك؟ كان مين اللي بيشوف عليك؟ محلل الاداء بتاعك اصلا كان بيعمل ايه معاك؟ بس كلام عن الزفت التيم ده المدرب، وهنيجي ليه تاني في الاخر. بس خليني بس اقول لك كام صوره كده او كام تفصيله كده للزمالك في الماتش ده. بص، اول هجمه بتاعت عدي انت قطعتها، تمام، قطعت الكوره، كمان بزمالك قطعها ومشي رقص وعدى وبصها لعدي، حطها في الجون يا حبيبي، حطها في الجون يا بابا. الكوره سهله قوي، بتحطها في جسم الشناوي، الكوره دي سهله جدا، حطها في جسمه، ما تحطها في الجون، يحطها جوه دي في شبكه. احنا في الشبكه دي بنحط الكوره دي جوه الشبكه، الف ب جون، الف ب مهاجم، وظيفتك مهاجم تاخد الكوره تحطها في الجون، شكرا. لكن ايه اللي حصل ده انا ما اعرفش. طب بلاش بص، انا فرصه عدي دي اهون من اللي جايه. بص الصوره اللي جايه دي، السيد ناصر ماهر، ناصر كوستا، يحرق ابو اللي طلع عليك الاسم ده يا اخي. انا نفسي اشيل حرف الت بجد، يعني نفسي اشيله، الغيه من الوجود عشان خاطرك. يعني انا مش فاهم حضرتك، الكوره جايه لك وانت بالجون، مفيش حد ماسكك، مفيش حد حواليك، عارف تعمل ايه؟ حطها في الجون، سهله يعني. هو عمل ايه بقى؟ قال لك لا، انا الكوره دي انا عايز احطها في السوكه، خد بالك انت حطها ايه؟ الحته اللي تحت. ليه؟ قال لك يبقى جون جامد بقى، جبت في الاكس بتاعي جون جامد قوي بقى. يا راجل الهي يوكسك يا بعيد. الكوره ده انا لو جبت بنت اللي عندها سنتين هتحطها في الضيقه، هتحطها في الضيقه سهله قوي، اسهل كوره في الماتش. يعني لما حضرتك بتعمل ايه؟ عايز تاخد الصيد بقى واللقطه
وان انا بقى اللي جبت جون بقى وبتاع في الاهلي وانا اللي خدت الفوز وبتاع. في اول 10 دقايق حضرتك مضيع كورتين، مضيع جونين، مهاجمينك مضيعين جونين يا فندم. معرفش اللعيبه دي تتمرن على ايه في التمرين ولا ما بتتمرنش اصلا. بالمناسبه لعيبه الزمالك واخده اجازه يومين، واخده الثلاث والاربع اجازه. المدير الفني عندنا ماتش يوم السبت وهو مديهم 3 و4 اجازه عشان يريحوا برضه. معلش لازم يرتاحوا، اصل هم بقى كسبوا 7-0 لازم يرتاحوا النهارده وبكره. بس انا والله العظيم تعبت، يعني انا عمال اللقطات دي اول ما شفتها في الاعاده انا تعبت، لان انا طبعا شفت الماتش في المدرج فانا ما كنتش شايف بشكل اوضح يعني. بس مش عارف يعني. بص الكوره دي كده، انا غدا يعني انا شفتها تاني جاي صداع. بص الكوره دي كده، الكوره مع مين؟ مع الزمالك. بص الاهلي ضاغط بكام واحد؟ ب5، 2 4 5. تمام، قافل عليك نص الملعب صح؟ اذا هو مش عايزك تحضر، مش عايزك تبني، مش عايزك تعمل اي حاجه، هو عايزك يخليك ثابت مكانك. حضرتك بقى يا كابتن يا نيك فيرا بتعمل ايه؟ قال لك انا بلعب الطوليه. السيو يلا، سهل قوي يا صاحبي دي بقى. طب حضرتك ممرن اللعيبه على الطوليه؟ قال لك لا. طب بلاش، حضرتك ممرن اللعيبه لو الكره الطوليه دي اتقطعت هتعمل ايه؟ قال لك لا برضه. انا بلعب الطوليه وزي ما تيجي تيجي. بس هو ده ملخص الماتش، زي ما تيجي تيجي، على الله بقى، على الله ان شاء الله. طب اقول لك على حاجه، بص على الصوره اللي جايه دي كده. طيب بص انا هقول بس معلومه، كل الناس قبل الماتش حتى اصحابي الاهلاويه قالوا ان الاهلي دفاعه وحش. تمام، في الدقيقه 31 الزمالك عودي الدباغ تحصل على ضربه جزاء قدر من خلالها عبد الله السعيد ان يشوط الضربه ضاعت، ربنا ستر. وعلشان ده حكم مش مصري، تمام، الراجل فاهم القوانين كويس، اوكي، عمل ايه؟ عادها تاني، دخل حسام عبد المجيد حطها حلو قوي، حطها حلو قوي 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 قوي. تمام، جميل قوي والله، جميل قوي قوي. نعمل ايه احنا بعدها؟ الاهلي لسه لابس جون، لسه لابس ايه؟ جون. عارف ايه اللي حصل؟ اهلي قال له نعم يا فيرا، قال له اتفضل يا كابتن عماد النحاس. قال له ايه ده؟ قال له الكوره. طب هو حضرتك الاهلي اللي كل الناس قايله ان دفاعه وحش، هو انا اسال سؤال، هو محلل الاداء بتاع نيكو ده ما عندوش ما بيتكلموش مع بعض، متخاصمين يعني، هو فريق متخاصمين متضايقين، نروح نصلح بينهم. طيب يا جماعه الاهلي دخل في جول، او بلاش يا عم الاهلي، انت بتلاعب نادي شلح وجري ماشي، بتلاعب نادي ضايع كده، تمام، هتعمل ايه لما النادي ده لما تجيب فيه جون؟ اقول لك على حاجه، في البلاي ستيشن لما بتجيب جون في صاحبك بتعمل ايه؟ قول لي، بتجيب الثاني وبعدين بتحاول تجيب الثاني والثالث صح؟ لا، هو في بقى مساب الكوره الاهلي، وبدا الاهلي هو اللي يضغط على الزمالك، واستمر الضغط ده من الدقيقه 33 لحد الدقيقه 45 بما فيهم كمان ده زود عليهم الوقت الضايع اللي هو كان 8 دقائق، اكتر من 20 دقيقه، لا اكتر من 15 دقيقه الاهلي ضاغط فقط. الناس الماتش الشوط الاول يعني بيقول الحمد لله ان احنا ما دخلش فينا جون يا جماعه، وان شاء الله نلم الفرقه ونجيب جون الشوط الثاني. الناس كان عندها امل قوي. عارف ايه اللي حصل؟ الاهلي نزل الشوط الثاني ضغط عليك برضه، لكن ده هنجيله وقتها. تعال نشوف الصوره اللي جايه دي. دي بلوه سوداء. بص الدقيقه كام قدامك؟ الدقيقه 40. مين اللي بيهاجم؟ الفريق اللي لسه لابس جون اللي هو الاهلي، بيهاجمك بكل خطوطه. تمام. طب وانت اللي جايب جون ومسجل ومنتشر وراكب الماتش، انا هتراجع واسيب الكوره الاهلي زي ما شرحنا في السؤال اللي فات. طيب ماشي، انا بس عندي سؤال. في 5 لعيبه هنا حضرتك شايفهم في خط ابيض كده، ال5 لعيبه اللي تحت الخط دول بيعملوا ايه؟ يعني ايه التمركز ده؟ يعني هم بيضغطوا ولا بيتفرجوا علينا ولا بيعملوا ايه؟ يعني هجمه واحده وعدد لاعبي الخصم جوه المنطقه، عدد لاعبي الخصم جوه المنطقه اكتر منك انت، ازاي؟ يعني بص كام لعيب اهلي ولا انا اعدهم؟ مثلا الاهلي جوه المنطقه 1 2 3 4 5
5 اهلي قصاد 4 زمالك، وفي 5 زمالك واقفين بيتشمسوا بره على منطقه ال 18. هل ده يثبت ولو بنسبه 1,000,000% بحاجه كافه ان في مدير فني محفظ العيال دي؟ حاجه لا، استحاله. يبقى احنا لو بنلعب بلاي ستيشن، اقسم بالله لو بنلعب بلاي ستيشن بنحط خطه دفاعيه وخطه هجوميه وخطه خط النص، وفلان يعمل وفلان يتقدم. انما انت مفيش، انت ما عندكش، انت شطبت. هو انت ما بداتش تشطب اصلا، بس انت في الماتش ده خلاص دي ابتزاز بقى، انت ما عندكش اي حاجه. الدقيقه 70 قال لك ايه بقى؟ دايما في الناس اللي بيبقوا على في التلفزيونات يعني يقول لك ان الدقيقه 70 دي يا كابتن محمدين بتكون الدقيقه اللي المدير الفني بيبدا ان هو او في ما بين ال 60 لل 70 دقيقه المفروض المدير الفني يبدا ان هو يعمل التغييرات وينزل اللعيبه، يطلع اللعيبه طبعا اللي اجهدت وينزل اللعيبه اللي مش مجهده. كلام جميل. بص بقى الدقيقه 70 جون التعادل للنادي الاهلي. بص اللي حصل، مين اللي على الدايره دول؟ مدافعين الخصم. هي ياسر ابراهيم وياسين ممعي. دول مش في نص ملعبك، لا ده في التلت الدفاعي بتاعك. واخد بالك انت ازاي؟ في تلت ملعبك انت، التلت الدفاعي من الملعب اللي هو الناحيه بتاعتك. بص واقفين فين؟ طب مين بقى اللعيبه اللي هتتحمل الضغط ده؟ عادي طبيعي يخش فيك جول، طبيعي. طب حضرتك لما المفروض بالعقل والمنطق يا راجل، ده والله العظيم 3 تاني بلاي ستيشن يا جماعه، دي بادئ على الدقيقه 60 بشوف مين اللعيبه اللي بدات تنخع، هو بيطلعها وينزل اللعيبه مكانها الف ب، حتى لو ما بتعرفش تلعب ولا ما بتعرفش تعمل اي حاجه هتعملها سهله قوي. الدقيقه 70 ما عملتش تغيير واحد، ربنا عدل طلع بينا العيال اللي بايظه اللي تعبت عماله تلف تجري ورا الكوره دن. ما انت بتدافع يا صاحبي 80 دقيقه في الماتش، ما انت بتدافع طبيعي ان هم يدنوا وحضرتك قاعد بره. ولا تصدق شكل الجمهورين تحفه. مدرب ايه ده؟ بجد مدرب ايه ده؟ لسه احنا قاعدين في جون الاهلي. بص ركز معايا، بص كده على الصوره دي، حسين الشحات السنه. تمام، مين هيخرج يقابله؟ المفروض هتقول لي نص الملعب، اقول لك لا بنتايج. يا والله العظيم بنتايج، يعني نص الملعب قاعد بيتشمس، حضرتك بنتايج هو اللي طلع عشان يقابل حسين. الباك ساب مكانه وراح يقابل حسين الشحات. تمام. طب بنتايج اتحرك والثغره اتفتحت وحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل واقفين جنب بعض، اللي هو ايه ده؟ يا نهار اسود، ده كل واحد لحسين الشحات هيجيب جول اصلا بقى، انت فاهم؟ فاللي هو يا جدعان يخرب بيوتكم. هو انتوا هو ما اتعلمتوش حاجه يعني خالص. يعني محمد اسماعيل باستثناء هدف التعادل ده اللي هو الراجل عمل ماتش كويس. انا بتكلم على الفريق ككل، الراجل ده ما بيعلمكوش حاجه، ما بيتكلمش معاكم، ما بيقعدش معاكم يقول لكم والله 1 زائد 1 يساوي 2 وبتاع، ما فيش خالص نهائي. لسه والله في الجون الاول ما هو اصل الجون الاهلي ده كارثه. الجون الاهلي ده كارثه، ده مش جون عادي، ده بلوه زرقاء. بص الصوره دي كمان، تمريره تحفه من حسين الشحات، ضرب بيها 5 لعيبه اللي هم الخمسه اللي في الدايره، ضربهم بيها. تمام. بص بقى ال5 في الدايره ضربهم وخرجهم بره الهجمه. تمام. وراح هو، بص بقى، راح هو يعمل ايه؟ استلم الكوره وجابها جول. اسهل حاجه في الدنيا دي، ضرب 5 لعيبه، استلم الكوره جابها جول، نص الملعب او بقيه اللعيبه. حسين الشحات لابس 14، واو بجد والله، احلف بالله ولا حسين لابس 14 والله ما اعرف اخويا. احيي يا جدعان، احيي يا اخوانا. طيب بص ايه اتقل، لسه في صوره ثانيه، لسه والله ده في بلاوي سوداء يا صاحبي. انا جاي اطلع لك بلاوي سوداء في الماتش. انا في الملعب ما كنتش شايف ده بشكل واضح، انا لما رجعت واتفرجت على الماتش ذهلت يا جدعان مش كده. خد الصوره دي كمان، بص شريف استلم. تمام. وحسين عبد المجيد راح هولندا، وحسين الشحات اتحرك من غير ما حد ما يضغط عليه. بص كده الدوائر البيضاء
يعني بص، يعني شريف السنه تمام اهو في الدايره الايه، اللي هي الدايره السوداء، تمام، وقام فرش عبد المجيد وحسين الشحات، الدنيا فاضيه اتحرك براحته، تمام. طيب بص بقى على عبد الله السعيد وناصر النهدي، بيعملوا ايه؟ بيتفرجوا زينا، بيشجعوا اللعبه الحلوه. اه والله بيشجعوا اللعبه الحلوه بجد، قاعدين بيتفرجوا. وعلى فكره نفس الكوره دي اتعملت في ماتش الجونه، ماتش ديتلا، ماتش الاهلي، 3 كور، 3 اجوان، اقصد بنفس الطريقه، بنفس التفصيله. يعني كان في صوره هنزلها والله العظيم بعد ما اصور، هنزلها كده في المنتدى، هتلاقيها ده في المنتدى بالظبط بالملي، الناس مصوراها واخدين لقطات من 3 ماتشات. يعني انا مش فاهم بس ما انا واقف بيعمل ايه، واقف بيعمل ايه اللي هو الواد حسين ده حلو، عنده الزبد صالح هو، جميل حسين اللهم صل، لا الجون حلو، لا صدق يا ابن الذين شريف ده فرش، حسام فرشه. يا جدعان ركزوا في الماتش شويه، ركزوا في الماتش شويه عشان خاطر الناس اللي طالع عين اهلها وجايه تشجعكم. مفيش. نيجي بقى لضربه الجزاء، والان مع المفاجاه الكبرى، الولد تريزيجيه اتحرك براحته. بص 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 على السما، انا مش هتكلم، بص على السما. تريزيجيه متحاسب بتاعت لعيبه، برضه اتحرك براحته في ظهر لعب الكوره في ظهر بنتايج، تمام، واتحرك حسين الشحات، خد ضربه جزاء بكل سهوله. صح على فكره ضربه جزاء صح، انتهى العبث، انتهى اللامبالاه، اللعيبه بتحلق بيضغطوا ضغط سلبي اصلا. بس اللي احنا عمالين نتكلم فيه من اول الفيديو ده، ده نتاج طريقه اللعب العقيمه العبثيه اللي بيلعب فيها السيد يانيك فيرا. انا مش عايز اقول الفاظ والله، بس هو الاسم طلع كده بقى. هقول ايه؟ ما اديك شايف اهو بالادله، عشان ما حدش يقول لي اصل كان ممكن لا، اهو اديك شايف، اديك شايف البلاوي السوداء بالادله اهو. خربت مالطا، خربت مالطا بقى خلاص. السيد يانيك فيرا بعد خراب مالطا، بص 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 والله العظيم، انت الصوره شارحه كل حاجه. الدقيقه كام دي يا صاحبي؟ دي الدقيقه 76 او الدقيقه 77. منزل مين هو؟ احمد حمدي، قصدي منزل معالي، ومنزل اسمه ايه يا ربي، عمرو نصر. بدل ما تنزل الونش واحمد حمدي تقفل بيهم الدفاع، انت ما كنتش هتسجل، انت خلاص انت جبت ضربه الجزاء، نزل الونش وطلع بعد الماتش في يقول لك ايه، احنا كان في الخطه ان احنا نلعب ب3، بس احنا ما كناش شايفين ان احنا سيئين دفاعيا، يعني احنا عادي يا جماعه، بس هو يعني ما كنا هننزل الونش، بس قلنا لا بقى، احنا كده كده مش مشكله، وكده كده كسبانين وخلاص الدقيقه 70، فمش مشكله. انت عبيط يا اسطى، يا اسطى انت عبيط، انت بتستعبط، انت ما حدش علمك اساسيات الدفاع في بلدك يا اخي، الف ب كوره يا اخي. المشكله ان كل اخطاء الزمالك الف ب كوره، الا في مثلا خطا في تكتيك عالي، انت بتلعب، مع احترامي عماد النحاس، مش بتلعب بيب جوارديولا، مش بتلعب اسمه ايه ده يا رب، انشيلوتي، مش بتلعب زيدان، انت بتلعب عماد النحاس، مع فوق دماغي ومع احترامي، وعمل ماتش عظيم على الاهلي وعلى الزمالك اقصد، واستغل كل اخطائك، الراجل استغل كل اخطائك، ودي صياعه، دي شطاره منه. انت غبي، انت اللي ضيعت الماتش بايدك، انت اللي ضيعت الماتش بايدك، عشان بس ما حدش يطلع يقول لك الاهلي والحكام، الحمد لله الحكم حاسب لك ضربه جزاء وعادها، اقسم بالله، اقسم بالله والنعمه لو حكم مصري ما هيعيدها، اقسم بالله لو حكم مصري ما هيعيدها، انا بقول اهو، تمام. وفي النهايه كسب الاهلي، مبروك مبروك بجد والله من كل قلبي مبروك. انا امبارح كنت متنشن، وبعد الماتش انا كنت متضايق قوي، لما قعدت كده مع نفسي و و و وهديت وشفت الماتش تاني واتفرجت على اللقطات تاني، تمام تمام، الاهلي يستحق الفوز، الاهلي يستحق الفوز. عارف مين اللي ما يستحقش الخساره؟ الجمهور ده، الجمهور ده لا يستحق الخساره، الجمهور ده عمل اللي عليه وزياده.
ومن الاخر وانا بقولها هنا، وده اول فيديو ليا تحليل على القناه. يعني كفايه لو ما مشاش النهارده ايه؟ النهارده الثلاث، انا مصور فيديو يوم الثلاث الساعه كام؟ استنى كده، الساعه 11 ونص بالليل. الراجل ده لو ما مشيش بكره، الراجل ده ما يستحقش يقعد في نادي الزمالك ساعه كمان، لا يستحق. اتصرفوا وادفعوا فلوس وخلصونا منه وهاتوا مدرب عادي. اتصرفوا، ادفعوا فلوس، خلصونا من الراجل ده وهاتوا لنا مدرب عادي. اتصرفوا بقى، انا مالي؟ هو انا هروح اقول لكم تجيبوا فلوس منين يا رجال اعمال اللي معاكم فلوس قد كده؟ انا اتصرفوا لي، ما انا راجل مشجع، معلش يعني جيبي كله ما فيش 500 جنيه على بعض، تمام؟ بيتي كله ما فيش 100 جنيه، اتصرفوا لنا، واصلحوا لنا حال النادي. وانا كنت اتكلمت عن الموضوع الفيديو اللي فات، فانزل شوفه، تمام؟ انا لو طولت فانا اسف، واتمنى ان انا مش عارف احنا في الدقيقه كام، بس انا لو طولت فانا اسف، ولو ما طولتش فيعني اتمنى ان يكون الفيديو عجبك. يا ريت تعمل لايك، يا ريت لو عندك راي حتى لو مخالف ليا او موافق ليا، يا ريت تقوله، يعني نتناقش مع بعض. السلام عليكم.